ماذا قال نجمنا المغربي الكبير أشرف حكيمي بعد التتويج الدراماتيكي بكأس السوبر الأوروبي؟ سنتعرف أيضا من خلال هذه الحلقة عن آخر الأخبار المتعلقة بنجمنا المغربي الكبير، وهل سيرحل أم سيبقى في باريس سان جيرمان، من صحيفة ليكيب الفرنسية أكبر الصحف في العالم. أولا يا سادة يا كرام، أشرف حكيمي خرج بالأمس بعد المباراة وأكد أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية. هذا التصريح عظيم للغاية، يجب حتى يعرف الناس قدراتك وإمكانياتك أن تعتز بنفسك وترى أنك الأفضل. أشرف حكيمي أكد بعد سؤاله عن مستقبله هل سيرحل أم سيبقى في باريس سان جيرمان، قال إجابة الوقت سيجيب عن هذا السؤال. الجدير بالذكر إن في مشكلة كبيرة جدا بين أشرف حكيمي وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان. ناصر الخليفي طلب من أشرف حكيمي أن يحذف من على صفحاته الفيديو الذي يتحدث فيه بأنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية، ولكن لأن أشرف حكيمي أسد مغربي أصيل رفض طلب ناصر الخليفي وإدارة باريس سان جيرمان. في نهاية الأمر، إذا رحل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان وهذه النسبة 50 بقاؤه 50 رحيله، فإن مانشستر سيتي هو النادي الأقرب لضم حكيمي، خاصة وأن النادي الإنجليزي يبحث عن ظهير أيمن.